السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم شوف أشطاري. ما تنسونيش أخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. انتم غادي تسمعوا رد سحر الصديقي على حقيقة المذيع. شكون هاد المذيع اللي ما عملهاش مزيان في واحد البرنامج اللي في قناة مغربية كبيرة. سحر الصديقي اللي لمحات في واحد ستوري على ان نوفل العوامله هو ما كتقصد، هو الشخص اللي كتقصدو في داك الفيديو اللي بارطاجاتو. كتقول بان ما عملهاش مزيان و الاسئله ديالو كلها استفزاز باش ينقص منها وما غير ذلك. فسحر الصديقي خرجت بالفيديو كتوضح شنو واقع. غادي نخليكم مع شنو قالت بالفيديو. ما تنساوش تعليقكم بخصوص الموضوع. أصدقائي الزوينين كي صبحتوا كوكو ما بيتيت شيري ضرب علينا الشعب اش طاري في البلاد عاودوا ليا طبعا ماما غير كتهضر كلشي يتفاعل الحمد لله هادشي من عند الله ماشي انا اللي اختاريته كنلقى تصويرتي مبارطاجا بتصاميم مع شي حد مع شي ناس مع شي ملفقين ليا عباد الله معايا ودايرين قصص ودايرين بانني درت الهجوم والقصف وداك الشيء كامل ونايض الريد بيل مع النسويه جادور ماما مثيره للجدل. ماما غير كتهضر كيبداو الناس يتفاعلوا. اش غندير؟ ما عندي ما ندير، هادشي اللي عطاني الله. مي بون اللي بغيت نقول لكم هو انا ما ذكرت حتى شي واحد، ما جبت حتى شي واحد. انا عبرت في ميستوري على احاسيسي. دائما انا في ميستوري كنعبر لكم على سكي ماغيف، سواء الخايب ولا الزوين، وكنتقاسم معكم لانكم حبايبي وناسي والملجا ديالي. نتوما هما ما فامي، نتوما هما ما فامي. سواء شي حاجه زوينه طرات ليا كنتقاسمها معكم، ولا شي حاجه شي جورني ما زويناش، ولا شي حاجه طرا ليا مع شي حد شي حاجه كنعاودها لكم. ولكن ما كنجبدش حتى شي واحد. واللي شفتو شي صفحه حاطه حدايا شي وجه عرفوها راه هي اللي مسقصده. بوناني هو ماشي انا، ماشي فلانه اللي هاجمات، راه هو بغى يهاجم. ولكن سبحان الله العظيم اكتشفت انني واحد الكائنه واحد المخلوقه غريبه الاطوار لانني عطاني الله واحد الحاجه اللي انا ما اختاريتهاش. عطاني الله انني غير كنهضر، يعني داك الشيء كيولي ترند دائما، سواء شي حماقات من الحماقات ديالي بحال كي جيتكم، بحال هذيك ديال ما عنديش فرصه ثانيه انا اولا سواء كنهضر شي سوجي سيريوزمون، كنلقى بان الناس كتفاعل معايا بواحد الطريقه غريبه. هادشي انا بحال اللي قلت لكم ما اختاريتوش، ربي بغاني نكون انسانه مثيره للجدل. شوف الله اللي كيبقى يختار الناس اللي بغاهم يكونوا مثلا في هذا الميدان ولا في هذا الميدان. انا اختارني الله انني وينو رزولتي الحب. ثاني حاجه اكتشفتها هي كاين واحد النقاش قائم الذات ما بين المراه والرجل، ودايرين حركات. كاين حركه الريد بيل، والله لا اله الا الله تنكتشف بان شنو واقع في البلاد. حركه الريد بيل مع حركه النسويه. انا اللي بغيت نقول لكم احنا كلنا بشر. انا ما مع راجل ما مع امراه، انا مع الانسان. انا مع الانسان يكون قلبه زوين، يكون صافي، يكون ما كيأذيش الاخر لا للظلم، سواء ديك الشرطيات الباترونات اللي كيتعداو على الرجال، سواء دوك الرجال اللي كيستغلوا النساء وكيعذبوهم وكيمرمدوهم وكيتكرفسوا عليهم. انا لا مع هادو ولا مع هادو. انا مع الانسان يكون جميل، يكون سوي، يكون كوريكت، يكون تتقي الله في الناس الاخرين، يكون فوالا ما يتعداش. لا المراه تعدى على الراجل ولا الراجل. هادشي ما جاش من فراغ اكيد. هذيك الحركات ديال النسويه جات من مورا تجارب، يعني تجارب قاسيه. عاناو شي نساء
من اباء تعدوا عليهم، من رجال تكرفسوا عليهم، عذبوهم، ضربوهم، خداو ليهم الاموال ديالهم، تعدوا ليهم على الذات ديالهم، على الكيان ديالهم، هما اللي خلاوهم يجعروا. ولكن انا ما معاش هادشي. انا مع الانسان يمشي يتعالج ويحاول يكون سوي. وعاوتاني ما معاش هذاك الرجال اللي كيبغيو يردوا المراه اسيره. عاوتاني يعني مربين واحد التربيه ديال انا خاصني نتكرفس على المراه باش نثبت الرجوله ديالي، خاصني نضغط على المراه وخاصني نهبط ليها راسها باش نثبت الرجوله ديالي. حتى هادو انا ما معاهمش، حتى هما خاصهم علاج نفسي. انا مع التلاؤم ومع الانسجام. حنا ديروا في راسكم باننا حنا كلنا بشر، كلنا عندنا قلب وعندنا احساس وعندنا عقل، لا راجل ولا امراه. يعني ما كاين لاش على قولة الله اكبر، ما كاين لاش واحد يتعدى على الاخر. حنا خلقنا الله في هذه الارض باش نتعارفوا مع بعضياتنا وباش نحبوا بعضياتنا. نعم للحب، انا دائما انشر الحب، دائما كنقول لكم حبوا الناس، حبوا الناس ان جينيرال. هذا هو السر ديال الحياه. ما تبغضوش، ما تكونوش يعني دايرين بحال عقارب. سلموا امركم لله وكونوا ناس عندكم النية جميله. راه النيه والحب هما اللي غيصلحوا جميع الحروب في العالم. كما سمعتوا إخواني أخواتي، سحر الصديقي عفوا كتقول أن نوفل العواملة هي ما قصداش حتى شي شخص، وما ذكرات حتى شي سمية، ما ذكرات حتى شي اسم ديال شي مذيع في الفيديوهات اللي بارطاجات، ولكن الناس فسروها انطلاقا من الهضره ديالها ومن ستوريات اللي كانت كتبارطاجيهم، خصوصا فاش لاحت المباراة ديال الأردن، مباراة المغرب والأردن. وهادشي اللي فسروا الجميع بأنها كتقصد نوفل العوامل بكون أنه أردني، من أب أردني وأم مغربية. فشنو رايكم يا اخواني اخواتي في هادشي اللي قالت سحر الصديقي؟ خليوا لي الراي ديالكم في خانه التعاليق، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك والبارطاج ديال الفيديو. اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصلوا ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.